السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هنقول معلومه في السريع. خلصت ثانويه عامه او ازهريه وحتى دبلومه امريكيه، حاسس ان حلمك ضاع، محتاج تعرف كل تفصيله في الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه والجامعات الاهليه، يبقى الفيديو ده ليك. النهارده ان شاء الله هنبسط الدنيا مع بعض. الجامعات في مصر كتيره، اهمها الجامعات الحكوميه، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. لو حاسس ان الاختيارات الحكوميه مش مناسبة لحلمك أو كده خلاص حلمك ضاع، لا بالعكس، لسه عندك فرص كتيرة. تابع الفيديو عشان هقولك على أهم المعلومات اللي تخليك محدد انت عايز ايه بالظبط. عندك غير الجامعات الحكومية جامعات خاصة وجامعات أهلية وكمان دولية داخل وخارج مصر. هنعرف ايه الفرق بين الجامعات، وهقولك كمان تختار ازاي وايه الأنسب ليك من حيث المصاريف والمستقبل. أول حاجة هنتكلم عنها هي الجامعات الخاصة. الجامعات الخاصة هي جامعات بيمتلكها القطاع الخاص، وبيكون فيها نفس الكليات الموجودة في الجامعات الحكومية، زي طب وصيدلة وهندسة وكمان أسنان. من أمثلة على الجامعات الخاصة في مصر جامعة 6 أكتوبر وجامعة النهضة وجامعة بدر وجامعة المستقبل وكمان جامعة مصر الدولية. والمصاريف فيها بتبدأ من 35 لحد 200 ألف في السنة، وخاصة في كلية الطب البشري والأسنان. المميزات اللي فيها: القبول فيها بيبقى سهل نسبيا، وعندهم مرونة في المناهج، وبعض الجامعات ليها شراكة مع جامعات أجنبية برا مصر. طب والعيوب: التكلفة فيها بتبقى عالية، وأحيانا المستوى بيختلف من جامعة للتانية، فأنت محتاج إنك تختار الجامعة الصح. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الجامعات الأهلية. الجامعات الأهلية تبع الدولة، لكنها مستقلة إداريا وماليا، وهدفها إنها هتقدم تعليم عالي بسعر مناسب، مش هدف الربح، زي جامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة الملك سليمان وجامعة المنصورة الجديدة. المصاريف فيها بتبقى أقل من الجامعات الخاصة، بس برضه بتبقى أعلى من الجامعات الحكومية، بتبدأ تقريبا من 30 ل90 ألف جنيه في السنة. ايه بقى مميزاتها؟ التعليم بجودة عالية، وبتعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وبعض البرامج مشتركة مع جامعات أجنبية. طب والعيوب؟ ممكن تكون في أماكن بعيدة لبعض الطلبة، والقبول فيها بيبقى بشكل تنافسي. تالت حاجة هنتكلم عنها هي الجامعات الدولية داخل وخارج مصر. الجامعات الدولية هي فروع لجامعات أجنبية موجودة جوه مصر، أو جامعات مصرية بتقدم برامج دولية، زي الجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية وكمان الجامعة الكندية. المصاريف فيها هي الأغلى في مصر، وبتوصل ل300 ألف أو أكتر في بعض البرامج. من ضمن مميزاتها إنها نفس نظام التعليم في البلد الأم، ومؤهل قوي لسوق العمل الدولي. الدراسة فيها كلها بتبقى بالإنجليش، وشهادات معترف بيها برا مصر. طب والعيوب؟ التكلفة فيها بتبقى عالية جدا، وبعض البرامج ممكن ما تبقاش معتمدة في مصر، ولازم تتأكد من النقطة دي قبل ما تقدم. طيب ازاي اختار الصح؟ اسأل نفسك الأسئلة دي: ناوي تشتغل في مصر ولا تسافر برا؟ ومستعد تدفع كام في التعليم؟ وبرضه لازم تعرف التخصص اللي انت نفسك فيه ومتاح فين. ملحوظة مهمة: الشهادة لوحدها مش كفاية، الأهم انك هتعمل بيها ايه. يعني مش شرط الجامعة الغالية تضمن لك شغل، لكن اجتهادك وخبرتك هما الأساس. في الآخر كل واحد فينا ليه طريق مختلف، في اللي يناسبه جامعة دولية، وفي اللي هيبدأ في جامعة أهلية، وفي اللي هيرتاح في الخاصة. المهم تختار الصح ليك مش للناس. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد، واكتبلي في الكومنتات ناوي تدخل أنهي نوع من الجامعات وبتفكر في ايه دلوقتي.